ماجد الفطيم بنى مجموعة عبقرية مكتفية بذاتها تخدم بعضها البعض، وكان حلمه وهدفه من صناعة هذه الأحلام أو الموتو الخاص به هو creating great moments for everyone every day، أو خلق وابتكار أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، ويقصد بكده العمل على خدمتهم وإسعادهم كل يوم. هحكي لكم أنا ماجد الفطيم عمل ايه. أسس السيد ماجد شركة عقارية ومقاولات، وهي ماجد الفطيم العقارية، وهي مسؤولة عن البناء والإنشاءات التي أغلبها كان مولات ومراكز تجارية وفنادق ومشاريع سكنية. وبعد تشييد المولات والفنادق كان ماجد يسعى ويحصل على الوكالة الحصرية للعلامات والماركات التجارية العالمية في مجال التسلية والترفيه والفندقة والأسواق التجارية والسوبر ماركت في الإمارات الدولة الأم ودول مجلس تعاون الخليج والشرق الأوسط، وتتواجد هذه العلامات في المولات. وبعد ما تتعلم الكوادر اللي موجودة في المجموعة من ذوي الخبرة والرواد والسابقون في مختلف المجالات التي تتخصص فيها المجموعة، قام ماجد الفطيم بتأسيس علامات تجارية عربية خالصة تضاهي المعايير العالمية إن ما كانتش أحسن منها وكمان تعربها. فمثلا أسواق كارفور الفرنسية بدأت بشراكة بين المجموعة والشركة الفرنسية، إلى أن قام ماجد بشراء حصصه بالكامل من هذه الشراكة وامتلكتها المجموعة بالكامل، وأصبح اسمها أسواق ماجد الفطيم أو كارفور ماجد الفطيم في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. يعني كارفور في مصر والإمارات والبحرين وكينيا وغيرها من البلاد العربية هو علامة تجارية عربية خالصة تملكها مجموعة ماجد الفطيم. وأصبح لدى المجموعة 375 كارفور و13 فندق و29 مول أو مركز تجاري و58 مجمع للسينما باسم فوكس و32 ماجيك بلانت اللي هي وجهة ترفيهية في مولات المجموعة للأسرة والأطفال. ولكن في الحقيقة الإرث اللي تركه ماجد الفطيم أكبر وأعمق من مجرد تسلية وترفيه وعلامات تجارية عالمية، ومن كونه أحد أثرياء العالم، وده هحكي لكم عليه في الجزء اللي جاي. أقابلكم هناك إن شاء الله.